بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الأمين. حبيباتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل فيديو عن غسيل السجادة على النشف. طبعا احنا دلوقتي في فصل الشتاء، صعب ان احنا نغسل السجاجيد والمية ونغسلها يعني بهمة ونشاط كده زي فصل الصيف، لكن طبعا باستمرار لازم تكون السجاجيد بتاعتنا نظيفة. فالنهاردة بإذن الله هغسل معاكم السجادة بتاعت أوضة ولادي على الناشف. اتفضل. هنجهز معانا طبق فيه مية شوية صغيرين اهم، تمام. وده البوكس بتاعي اللي انا حطاه فوق الغسالة الفول اوتوماتيك، ده الكلوركس الالوان، وده الدوني تمام المركز. وباخد بمكيال الغسالة الاوتوماتيك شوية برسيل اوتوماتيك تمام عشان ما يعمليش رغوة. ده اول حاجة اهو، حبة صغيرين مش كتير يا بنات. وهناخد شوية من الكلوركس الالوان، ثواني هفتح بس كده يا حبايبي. انا حطيت في المية حبة من برسيل اوتوماتيك طبعا عشان ما يعملش رغوة، البرسيل اللي هو بتاع الغسالة الفول اوتوماتيك تمام. وحطيت شوية من كلوركس الوان بردك شوية صغيرين قد 3 غطيان من الكلوركس، من ازازة الكلوركس الغطا اللي هو الصغير بتاع الازازة اللي احنا بنقفل بيه. وحطيت شوية بردك صغيرين من دوني اللي هو بتاع الغسالة الفول اوتوماتيك اهم بالشكل ده. حطيتهم في الطبق، هقلبهم وهستخدم معايا حاجتين. اول حاجة الفرشة دي اللي هي الفرشة الناعمة الصغيرة، والفرشة دي المفروض اللي هي ليها العصاية، بس انا بصراحة ما بعرفش استخدمها بالعصاية، بحس ان ما بعرفش اتحكم فيها، فشلت منها العصاية. وانا بحب اشتغل بيها كده بحيث ان هي لو في اي اتربة او اي حاجة بكون بايدي بتحكم بيها. وهنشتغل مع بعض ان شاء الله. نسمي طبعا اهي السجادة قدامي. انا اللي بعمله ان انا بجيب الفرشة اللي هي الناعمة دي وببدأ بحب اشتغل اي حاجة في بيتي من اليمين للشمال. اول ما ببدأ بالسجادة بتنظيفها ببدأ من الجهة اليمين، ببدأ كده كده شايفين دي كلها بتكون اتربة. حتى لما بتكنسي السجادة بالمقشة العادية ما بتقدريش تطلعي التراب والشعر والحاجات ديت. وما انصحكيش ان انتي بالفرشة على طول بالمية تبدأي تشتغلي وهي الاتربة والشعر ده موجود، لا لازم الاول بننضف بالفرشة الناعمة تمام كده اهي. شايفين المنطقة نطفت ازاي اهي، شايفين اهي السجادة اهو بالشكل ده تمام. وشايفين الناحية التانية اهي، شايفين التراب ده كده قبل ما اكنس بالفرشه الناعمه ديت. وده لما كنست بالفرشه الناعمه. هكمل السجاده وهرجع لكم في الخطوه الثانيه ان شاء الله. وبكده يا حبايبي انا خلصت السجاده، نورت شويه، خرج منها جزء من الاتربه طبعا مش كلها، الباقي هيخرج بالغسيل التاني اللي هغسله دلوقتي معاكم. وخرجت منها الشعر تمام، واي عوالق علقه بيها خرجت. بعد كده هوت بقى انا اهو الطبق بتاعي والميه والمكونات اللي انا قلت عليها، شويه برسيل اوتوماتيك، شويه من كلوركس الوان. ولازم كلوركس الوان يا بنات، ما ينفعش الكلوركس اللي هو بتاع الابيض لان بيبقى فيه نسبه المبيض بيكون عالي. لكن لما باجي اغسل السجاده لازم كلوركس الوان عشان خاطر بيحافظ على غسيل السجاجيد وبيحافظ على الوان السجاجيد بعد كده ما تبهتش. هنبدا نسمي الله. ودلوقتي انا اشتغلت من اليمين للشمال، لا انا بقى دلوقتي لما اجي اشتغل بالخلطه بتاعتي ديت وبالفرشه الكبيره بتاعتي بشتغل عكس اتجاه النسيج بتاع السجاده النسيج بتاعها كده من اليمين للشمال. لا انا همشي العكس كده مش شمال لليمين. ليه؟ لان مش شمال لليمين او عكس اتجاه الفروه او اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النسيج بتاع السجاده بيطلع الاتربه والحاجات اللي العاصفه بيها، او اذا كانت في حاجه اساسا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حاجه مبقعه فيها برضك بتخرج اهي. في بقعه معايا اهي بدعكها جامد كده كده
تمام. في بقعة اهي اهي. بحاول اضغط عليها بالفرشة كده اهي. اهو شايفين النسيج بتاع السجادة نضف. هنكمل السجادة وارجع لكم تاني. وده يا حبايبي شكل السجادة بعد ما غسلتها. طبعا اللون مختلف، الالوان بقت زاهية والسجادة ما شاء الله لا قوة الا بالله نورت. بعد كده انت ممكن تسيبيها شوية في الأوضة لغاية لما تنشف. طبعا ما تخليش ولادك يقعدوا عليها وهي مبلولة، طبعا عشان خاطر الشتاء وعشان خاطر ما يبردوش. او ممكن تنشريها على لو عندك منشر بلكونة او حاجة تتهوى، وبعد كده بتفرديها تاني في اوضة الولاد او في الاوضة اللي انت السجادة بتاعتها، سواء اوضة الانتريه او الصالون. ويا رب ان شاء الله المعلومة تكون وصلت لكم، ويا رب اكون ضيفة خفيفة على قلوبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة. مع